السؤال الآن كيف الوقاية منه؟ لأننا بكل أسف نفرط كثيرا في أسباب الوقاية وفي طرق العلاج الناجع للسحر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شر السحرة والمبطلين. والجواب في نقاط سريعة جدا قبل أن ينتهي وقت الحلقة. أولا، تحقيق العبودية لله جل وعلا. ما علاقة هذا بالسحر؟ علاقة وثيقة. قال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان الذي يعلم الناس السحر والذي يقر في أذن الكاهن والدجال والعراف والكذاب الكلمة والكذبة، فينسج حولها أساطير كثيرة من الأكاذيب والأباطيل والضلالات. هذا الشيطان لا سلطان له أبدا على من حققوا العبودية لله، على من أخلصوا التوحيد لله، على من امتلأت قلوبهم بوحدانية الله جل وعلا، بالحب له وحده والخوف منه وحده. لا تخف ساحرا ولا عرافا ولا كاهنا، ولا تعلق قلبك بالسحر ولا بالكهانة ولا بالدجل ولا بالرمل ولا بقراءة الفنجان ولا بالتعرف على الأبراج والنجوم، بل علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يملك الضر والنفع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ونحن سنرجع إلى قول الله تبارك وتعالى في آية السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالذي يملك الضر والنفع هو الله. فعلق قلبك بالله واملأ قلبك بالحب له وحده والخوف منه وحده. فقلب أشرق عليه نور العبودية، أشرق عليه نور الإيمان، أشرق عليه نور التوكل، قلب صاحبه في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي. أنا أعلم أن بيوتا كثيرة الآن تبكي ويعيش أصحابها في ضنك. كم من زوجة فرق بينها بين زوجها، وكم من زوج ترك زوجته وتحول قلبه بالبغض لها بعدما كان يحبها، وكم من مصائب ومشاكل، وكم من بيوت مجروحة الآن لا يعلم حالها إلا الله. أقول لهم: أخلصوا العبودية لله، وحققوا التوحيد لله، وعلقوا قلوبكم بالله، واعلموا أنه لا سلطان للشيطان ولا للسحرة ولو اجتمعوا على إنسان تولاه الله بالرعاية والعناية على قلب حقق العبودية كاملة لله جل وعلا، فامتلأ بالحب له وحده والخوف منه وحده، وعلم يقينا أن الضر والنفع بيده، لا يستطيع أحد على وجه الأرض لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا. ثانيا، باختصار شديد، كثرة الذكر. لقد غفلنا كثيرا عن ذكر الله جل وعلا، والذكر يا إخواني يضعف الشيطان جدا. الذكر يضعف الشيطان بل ويرضي الرحمن ويملأ القلب بنور الإيمان. ذكر الله سبحانه، ولذكر الله أكبر، أكبر من كل العبادات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر من الذكر، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، الاستغفار، الصلاة على النبي المختار، قراءة القرآن، أكثر من الذكر. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في حديث الحارث الأشعري الطويل، وهو حديث صحيح وقد فصلته قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فيه: فمثل
ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. الله 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 الله، يا سلام على هذا الحرز والحصن العظيم. أقوله تاني: ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. أرجو أن تنتبهوا لهذا. يبقى تحقيق العبودية لله جل وعلا. الأمر الثاني المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى، فالذكر يحيي الله عز وجل به القلب، والذكر يضعف الشيطان ويرضي الرحمن، وتحترز وتتحصن بالذكر من الشيطان. ثالثا باختصار شديد قراءة سورة البقرة. الله أكبر، قراءة سورة البقرة. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. يا الله، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر ويجري من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يا ترى آخر مرة قرأت سورة البقرة في بيتك إمتى؟ من رمضان الماضي؟ يا ترى فتحت القرآن من بعد رمضان؟ سورة البقرة، ما تقوليش ما أنا فاتح إذاعة القرآن، جميل على رأسي وعيني، لكن أنا بقول لحضرتك سورة البقرة. اقرأ سورة البقرة في بيتك، اقرأها يا أخي، إن لم تستطع وذلك أضعف الإيمان يبقى عن طريق الكاسيت أو التسجيل. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم: خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة ما يقدروش على سورة البقرة. القلب الذي يحمل سورة البقرة والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بيت بفضل الله محفوظ، بيت بفضل الله محفوظ بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، طب سورة البقرة دي طويلة أوي يا أم الشيخ محمد، ما تخفف علينا شوية. اقرأوا آية الكرسي، آية واحدة في سورة البقرة، أعظم آية في القرآن الكريم كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية. اقرأوا آية الكرسي، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي من الليل لا يزال من الله عليه حافظ، لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. ومن قرأها صباحا لا يزال عليه من الله حافظ حتى يمسي. فاقرأوا آية الكرسي. والحديث رواه الإمام البخاري تعليقا من حديث أبي هريرة، وهو حديث طويل وقد ذكرته قبل ذلك أيضا. من قرأ آية الكرسي حفظه الرب العلي، من قرأها ليلا تولاه الله عز وجل بالحفظ طوال نهاره، ومن قرأها صباحا تولاه الله تبارك وتعالى بالحفظ طوال يومه وليله. فاقرأوا آية الكرسي صباحا ومساء. خامسا، قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وأرجو أن نواظب على كل هذه الحروز والحصون. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ، والحديث في البخاري من حديث ابن مسعود: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء. من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. اقرأوا هاتين الآيتين الكريمتين من أواخر سورة البقرة. سادسا، قراءة المعوذات، قراءة المعوذات. ففي صحيح البخاري
من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هكذا، جمع كفيه هكذا، ثم نفث فيهما، نفث، وقرأ قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ وينفث. والنفث غير التفل، النفث هواء يخرج من الفم بلا تفل ولا ماء، ينفث في كفيه بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، يمسح ما استطاع وما طاله من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هل نلتزم بهذا الأدب النبوي؟ أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بهذا. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. أيضا هناك حرز جميل ربما لا يعرفه كثير من الناس. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، خلي بالك من دي، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وأخيرا علاج يسير جدا، روى الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح 7 تمرات عجوة من تمر العالية من المدينة النبوية المطهرة، من تصبح يعني من أكل على الصباح على الريق 7 تمرات عجوة من تمر العالية أي من تمر المدينة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذه حصون وحروز نبوية غفل عنها كثير من الناس، بل كثير من أهل البلاء. فأنا أنصح نفسي وإخواني ممن ابتلي بشيء من السحر أو المس أو غير ذلك أن يحافظ على هذه الحروز وعلى هذه الحصون، فما أعظمها وما أجلها. قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى آخر الآية. أتوقف عند هذا القدر لأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الآية والتي تليها في اللقاء المقبل إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأله سبحانه أن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وأن يولي أمور مصر خيارها وألا يولي أمور مصر شرارها. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.